لا انا مع كابتن محمد يوسف بس مدير فني النادي الاهلي مع زميلنا مدحت سيد في الاستاد. اتفضل يا مدحت. كابتن يوسف ازيك؟ يا كابتن ويل ازي حضرتك؟ هار لك النهارده يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. الحمد لله الحمد لله. انا بمسي على حضرتك طبعا وعلى ضيوفك. نعم. عارف مين طبعا لكن استاذ حسن السكاوي، كابتن خالد بيومي، كابتن ايمن يونس منورني في الاستوديو. اهلا وسهلا. بمسي عليهم كلهم. يعني ما تعودناش الاهلي ما بيخسرش مباراتين ورا بعض. الاهلي احيانا موسم بالكامل ما بيخسرش خالص، مقدرين الاصابات مقدرين الغيابات، لكن حتى شكل الاداء لم يرضي عشاق ومحبي النادي الاهلي يا كابتن يوسف. والله انا يعني عايز اقول لحضرتك يا كابتن الكلام ده احنا من اول حتى 3-4 ماتشات لما كنا بادئين الدوري بنمر بصعوبات طبعا كلنا عارفينها، ما بين اصابات عدد كبير، حاجات كلها طبعا اصابات في الركبه، وليد سليمان، احمد فتحي، عماد متعب، عندنا برضو عندك جدو وعندك شريف عبد الفضيل وعندك جدو اللي انا عايز اقوله ان احنا طبعا كنا متوقعين يعني السيناريو ده، متوقعين طبعا ان انت بتحط لعيبه صغيره في التيم، اللعيبه دي مجموعه كبيره وبالتالي لابد ان احنا نصبر عليهم، على اساس ان يبداوا يكتسبوا خبرات، يبداوا ان هم يقدروا مع الخبرات والماتشات يبداوا يحدثوا الفارق. لكن انت عندك لعيبه غيابات كلها بتحدث، يعني لعيبه كلها تقال، بالاضافه طبعا للي اعتزلوا اللي انتقلوا لبره. فكل الحاجات دي طبعا انت بتتكلم في 5 6 7 لعيبه كانوا في هيكل التيم الاساسي في بطوله افريقيا بس. طيب كابتن محمد، الكابتن ايمن يونس قال من الممكن يكون الكابتن محمد يوسف ما ذاكرش الفريق جيدا. قلت له بالتاكيد لو كابتن يوسف معاك دلوقتي هيقول لك لا انا اتفرجت فيديو وحفظت اللعيبه، لكن اللعيبه لم تلتزم باللي انا قلت لهم سواء في التدريب او في المحاضره. لا انا مش عايز اقول ان انا حفظت او ان هم ما التزموش او كده، لكن طبعا احنا عادتنا من اول ما اشتغلنا ان اي تيم بنلعبه بنتفرج عليه وبنشوفه وبندرسه وبنشوف طريقته وبنشوف ايه الاحتمالات التغييرات اللي بيغيروها وبيلعب طريقته بيلعب ازاي، كل الحاجات دي بنشوفها. لكن زي ما انا قلت لحضرتك انا يعني انا بكلمك حاجه رئيسيه. نعم. يعني طبعا ما ينفعش اخش في تفاصيل بقى اللعيبه نفذت ما نفذت الحاجات دي. انا لازم احافظ على لعيبتي اي كان الظروف، لازم احافظ على لعيبتي والكلام اللي المفروض انا هقوله لهم في اوضه مقفوله. لكن اللي انا بقوله لك ان لابد ان في عندك النهارده 5 6 عناصر صغيرين بيلعبوا لاول مره، او مش عايز اقول لاول مره بس يعني لسه ما اكتسبوش الخبرات بتاعت اللعيبه اللي بطلت او اللعيبه اللي هي. طب ده خلينا نسال سؤال، يعني موسى يدان لعيب كويس وكان على دكه البدلاء، ما ظهرش النهارده ليه؟ ما هو برضه انا عايز اقول لحضرتك ان مش عايز اديله في ظروف صعبه، عشان برضه لابد ان لما تدخل لعيب جديد لابد ان يكون في ظروف كويسه، في ظروف التيم واقف على رجله بس. طيب انا شايف الاتوبيس على وشك انه يتحرك برضه. استعجلت في تغيير احمد دمانجا، حملته مسؤوليه الهدف بالتغيير المبكر لانه ما غطاش التغطيه العكسيه؟ لا انا ببص للتغييره يعني افوق بيها الجنب اليمين. رامي قدر ان هو يطلع في الجنب اليمين اكتر، قدر ان هو يعني يؤدي الواجب الهجومي، وفي نفس الوقت برضه حته التغطيه ان واجب رامي اساسا مساك وكان بس هو راجع من اصابه بقاله فتره. لكن انا شايف ان هو يقدر يؤدي الحته دي بالناحيه الهجوميه وايضا من الناحيه الدفاعيه لان هو مساك اساسا فيقدر يعمل التغطيه. استاذ حسن عايز اقول لك حاجه سريعه، انا شايف الاتوبيس بيتحرك ومعاك التليفون. معلش كابتن محمد انا بس يعني حاجه سريعه كده. يعني هل انت شعرت ان الداخليه لعبتك بدات معاك باداء فيه مفاجاه شويه بالضغط بالهجوم باسلوب انت ما كنتش متوقعه، ولا انت كنت متوقع ان هم هيلعبوا بهذا الشكل؟ لا كنا متوقعين ان هو هيلعب بالشكل ده. وبعدين اللي انا عايز اقوله كمان حته ان يعني انا مكلم لعيبه ان هم هيقفلوا النهارده. هنشوف فريق الداخليه يعني باستثناء يمكن الجول وبعض هدفات مرتده في اخر الماتش يمكن، انما غير كده احنا متسيدين يعني حاططهم في ثلث ملعبهم، لكن مفيش حلول. ما بتقدرش ان انت في الثلث الهجومي تخلق مساحه تتحط الفيرود فاضي دي يخلص. وبعدين هم طبيعي جدا طالما جابوا جون هيرجع يقفل ال10 لعيبه او ال9 لعيبه. الدفاع ده ضايقك يا كابتن محمد في الشوط الثاني؟ ما انا بقول لك 9 لعيبه واقفين جوه ال 18 او على ال 18، فطبعا كتير جدا كبيره جدا ما تعرفش تحل دي يعني. نعم. طيب عندي سؤالين دمهم تقيل شويه. هل بتفكر تقنع محمد ابو تريكه انه يرجع تاني؟ لا ده انا محتاجه، انما هو طبعا قرار اتاخد خلاص، ده حاجه
يعني حضرتك بتفترض قرار مش ممكن يحصل في كرة القدم يعني. مستحيل. طيب جميل. هل يفكر محمد يوسف في الاستقالة؟ لا انا ما اتعودتش ان انا اهرب من المسؤوليه خالص. انا متحمل المسؤوليه وشغال في شغلي ولو انا قدمت استقالتي دلوقتي يبقى لو كانت الماتشات ماشيه كويس وجالي عقد كويس كنت سبت النادي ومشيت. هي تتساوى عندي. انا بحترم عقدي اللي انا مرتبط بيه وبنفذه بس. هل عدم صرف مستحقات للاعبين لفترات بالطويله اثر على المردود في المباراه الاخيره؟ لا بص اللعيبه بتاعتنا ضحت واحنا بنقول بتضحي زمان وكان والوضع المادي ده وضع مش جديد، ده وضع قديم. لكن اللي انا عايز اقوله ان هم يعني لما كانوا بيكسبوا وكانوا ياخدوا البطولات وبطوله افريقيا وي ما كان برضو عندهم صعوبات الحته الماديه يعني. انا شايف طبعا بتاثر على اللاعب وبتبقى محتاج ان هو يصرف مستحقات. وانت عندك في 4 لعيبه ما جددوش لسه. مين يا كابتن؟ مين اللي ما جددش؟ في عبد الله وعاشور وفتحي واماد ميسي، 4 لعيبه من 6 يعني. اللي جدد شريف واحمد عادل و4 لسه ما جددوش. بس اللي انا عايز اقوله ان ممكن بتاخد جزء من تفكير اللاعب من تركيزه. مش ده السبب الرئيسي فيه يعني. مع فوز المقاولين ومع تألق سموحه هل عندك قلق انك ما توصلش المربع الذهبي؟ لا لسه بدري يعني، لسه بدري. احنا لسه قدامنا ماتشات كتيره، 4 ماتشات الحته دي لسه بدري. انا عايز اشكره. نعم محمد، انا عايز اشكرك يا محمد. ربنا يخليك. عارف بشكرك ليه؟ اتفضل. عشان بتتكلم بعد الماتش. نادرا ما تلاقي حد خاصة مدرب فريق كبير أشكرك. يتكلم بعد المباراة. نعم أشكرك. هفا عندنا في مصر. بس أنا عاوز أتكلم على حاجة ثانية. كابتن خالد لا خلاص. لا كابتن، لا أنا كابتن يوسف بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك يا رب كل توفيق. شكرا جزيلا.